صباح الفل يا حبوبات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. اوريكم النهارده في الفيديو المنتجات اللي كنا بنستخدمها مكناش نعرف طبعا ان هي لازم نقطعها، ونشتري ايه بعد كده في الحاجات الجديده ان شاء الله، واللي عندنا نعمل فيه ايه. كل ده هنشوفه في الفيديو النهارده. منتجات بقى عنايه بالجسم، عنايه بالبشره، اللي عندي جبتهولكم عشان اوريهولكم، والبدايل ليه كمان. لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك في القناه، وكومنت صغنون قمر زيكم، وبس كده. يلا بينا على الفيديو. طبعا انا بقالي فتره عاقله كده ورزينه الحمد لله، ومبقتش اجيب حاجات بهبل. انا الاول كنت بشتري الحاجات بتاعه السكين كير والهير كير، واي حاجه فيها كير كنت بجيبها بهبل. عندي مش عندي زيها بجيب. ما كنتش الصراحه عاقله خالص في الموضوع ده، بس بقالي فتره كده الحمد لله ربنا هديني، ومش بجيب الحاجه غير ما بيكون اللي عندي خلاص على وشك ان هي خلصت خلاص. يعني طبعا زي ما احنا عارفين الدنيا بقت غاليه جدا جدا، فما ينفعش الهبل اللي احنا كنا فيه قبل كده، لازم نعقل برده ونركز شويه كده عشان الدنيا تفضل حلوه معانا. فهوريكم دلوقتي المنتجات اللي كانت عندي، وهي المفروض مقاطعه، بس طبعا احنا ما كناش نعرف، وان شاء الله مش هنرجع نجيبها تاني طبعا. يعني اول حاجه وهو كان زيت الجونسون، هنودعه خلاص. بصوا عندي حبه انا اصلا ما كنتش بستغنى عنه خالص خالص، وعلى طول ارفاكوا بيه في كل الفيديوهات. للاسف هنودعه، الحبه دول هيخلصوا خلاص مش هجيب تاني. ده جونسون بتاع الجسم. اول حاجه معانا مقاطعه. تاني حاجه برضو منتجات حسبي الله ونعم الوكيل. دوف برضو مش معانا خلاص، وناقص فيه سنتوفه صغننه. ده كان السبراي طبعا بكريماته وبحاجته كلها، لاين كله مقاطعه، فده خلاص مش هيبقى معانا تاني. برضو من الحاجات اللي مقاطعه هي مقاطعه اصلا عشان سعرها كمان ناس كتير قطعتها من قبل ما يعرفوا ان هي مقاطعه، فيلا جات لهم من عند ربنا الحمد لله. بس بادي مقاطعه يا جماعه، فهيخلص طبعا هيقعد معايا فتره كبيره، لان هو يعني انا عندي حاجات غيره، فعشان كده الحاجات دي بتقعد معانا كتير يعني. فدي من الحاجات اللي خلاص مش هنجيبها تاني يا حلوين. اكتر حاجه زعلت عليها جدا بس تغور في 60 داهيه، خلاص انا مش هحب لاروش بوزيه، خلاص انا هشوف البديل ومش هستخدمه تاني. اصلا سعره بقى ضارب في العلالي، بقى ب 600 جنيه، وبقى بارقام كده غريبه على نون وعلى الحاجات دي. انا كنت جايبه اخر حاجه ب 515 وكان عليه تخفيض، تمام. فلاروش بوزيه هيخلص مش هجيبه تاني. اوريكم دلوقتي بقى ندخل على البدايل، الحاجات القمر اللي عندنا اللي موجوده ومرطرطه السوق، واحنا الصراحه ما كناش مدينا اهتمام قوي. عندنا عقده الخواجه دايما اللي هو لازم نروح للحاجه ام 500 و800 و900، وعندنا حاجات ممكن تكون بديله واحسن كتير، بس احنا كده دماغ. طبعا الحاجات اللي بوريها لكم دي اللي هي عندي، تمام. بس ان شاء الله اما تخلص طبعا هبتدي اجيب بقى البدايل، ووريتكم برضو الحاجات اللي ممكن تكون مصريه وقمر وكل حاجه موجوده عندي، ونمسكها كده ونتفرج عليها مع بعضينا. اول حاجه البيزلاين اصلا لبناني وتمام، وما فيهوش اي قلق خالص تمام. وبرضو لو حد عرف حاجه يا جماعه يقول لي، يعني لو في حاجه انا غلطانه فيها. يعني بص مكتوب عليه الوكيل في السعوديه وميدن لبنان. فالبيزلاين اللي سمعته عنه ان هو لا معانا اون يعني، تمام. ده بقى اللي متاكدين منه 100% الحاجه اللاين بتاع ستارفيل. اي حاجه ستارفيل ده رول اون مش بستغنى عنه الحمد لله معانا بكل روائحه بكل حاجه بقى خلاص، فمش هنرغي فيه كتير. الستارفيل برضو ده وايتنينج كريم حلو قوي. كريم تفتيح. اي حاجه بقى غاليه كنت بتجيبيها وعرفتي ان هي خلاص داخله في المقاطعه، استبدليها بالحاجات دي. قمر على فكره، وسعرهم حلو جدا. يعني ده على طول بينزل عليه عروض، اي حاجه ستارفيل بتنزل عليها عروض على طول، ان كان الرول اون او الكريم. بالنسبه للصن بلوك بقى، لان احنا مش بنستغنى عن الصن بلوك المفروض يعني شتاء او صيف، فهنستخدم الفتره الجايه يا جماعه الحاجات الكوريه قمر. وبرده لو حد عرف عنها اي حاجه يقول لي برده في الكومنتس تحت. ممكن اكون انا في حاجه مش عارفاها، بس ده كوري انا متاكده منه يعني.
ولو خلص ان شاء الله، هو اصلا قرب يخلص، مش عارفه ابين لكم ولا لا، بس الضوء مبين لي ان هو في سنتوفه كده فوق. الا روش هيخلص وده هيخلص، وهجيب صن بلوك كوري ان شاء الله. بس هجرب بقى حاجه جديده، انا بحب دايما ان انا اجرب حاجات جديده. اللاين بتاع بندولين برضو حاجته قمر جدا جدا. الشامبو والكريم انا جربتهم الصراحه خطار. حمام الكريم وكام حاجه تانية لسه ما جربتهمش، بس كلهم قمر. خاليين من المواد الضاره، والمكونات بتاعتهم كلها طبيعيه وحلوه جدا. شيا وجوجوبا وحاجات قمر كده، فانا مش بستغنى عنه. واللي متابعني عارف ان انا قرفاكوا دايما بالبندولين. باودر ديت اللي هي الانشانتر، مصريه برضو، اللي يعرف حاجه يقول لي. تمام، بس دي معروف ان هي مصريه. تمام، حلوه جدا جدا. وانت لو بتستخدمي اي باودر عرفتي ان هي مقاطعه، استبدليها بدي، خطيره وناس كتيره جدا مجرباها عن ثقه، وسعرها حلو قوي. ايفا واللاين بتاع لونا والحاجات دي، انا كنت جايبه حاجه ايفا معايا وتقريبا نسيتها في الاوضه جوه، فمش هقوم اجيبها. مش قادره اقول لكم، انا اصلا الفتره دي من كتر الضغط والاحداث اللي بتحصل بجد مش قادره اقوم اعمل اي حاجه، بالذات التصوير. يعني بنعمل اكل وشرب والكلام ده طبعا لازم، والمسؤوليات اللي ورانا في البيت، بس التصوير كان تقيل جدا جدا. فانا مش قادره اقول لكم، انا حاسه ان انا عامله كده وانا بصور والكلام بيطلع بجد. يعني انتوا اللي هو انتوا بتجهدوا وانتوا بتتكلموا. فنكمل اللاين بتاع لونا وايفا، مصري معروف ومعانا من قديم الازل، فشجعوه. وحاجته حلوه جدا جدا، ككريمات ترطيب، كشامبوهات، كحاجات كتيره قوي قوي قوي. ممكن اسيب لكم صور وانا بتكلم كده، حاجات هتظهر لكم برضو، ان انتوا تبقوا عارفين ايه اللي نجيبه وايه اللي ما نجيبوش. الاغلب هحط لكم الحاجات اللي هنجيبها يعني. تمام، اخر حاجه معانا وهو السبراي ده من بادي فانتازيا. ممكن تستبدليه بالبسنت بادي. عايزه اقول لكم خطير، وحياه ربنا جربوه. وبرده لو عرفتوا عنه اي كلام عرفوني. انا بتكلم على الحاجات اللي انا عارفاها، فممكن في حاجات تفلت مني مبقاش عارفه ان هي مقاطعه، فبلغوني في الكومنتس تحت. يا حبايبي ده كان فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. وبرده عرفوني لو في حاجه انا اتلخبطت فيها او كده، اكتبوا لي في الكومنتس تحت. وبس، اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. بس لايك وكومنت وصغنون تشجيع عشان اقدر اصور بجد واطلع اتكلم وارغي معاكم، لانه وحشتوني بجد كتير جدا جدا جدا. في الكومنتس تحت الحاجات اللي انتم محتاجينها الفتره اللي جايه ان انا اصورها لكم، وانا ان شاء الله هتشجع كده بيكم فيديوهات حلوه ان شاء الله. على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.